يا ترى عمركم حسيتوا إن المذاكرة دي عاملة زي وحش بيسرق وقتكم وطاقتكم على الفاضي؟ أهلا بيكم. النهاردة إحنا جايبين الدليل الشامل للنجاة. في الشرح بتاعنا ده هنمسك كل القواعد القديمة نكسرها، وهنتعلم مع بعض إزاي نذاكر بذكاء مش بمجهود بدني وعقلي يهد الحيل. جاهزين؟ يلا بينا ندخل في التفاصيل على طول. خلينا نسأل سؤال كده على السريع. حصلت معاكم قبل كده إنكم قعدتوا تذاكروا 6 ساعات متواصلين وبعدين قفلتوا الكتاب واكتشفتوا إن مش فاكرين ولا كلمة؟ طبعا الإحساس المحبط ده كلنا مرينا بيه. التركيز بيبدأ في السماء وبعدين تلاقوه بينزل واحدة واحدة لحد ما نوصل لمرحلة إننا باصين في الكتاب كأنه ورق أبيض، بنقرأ بس حرفيا مفيش أي استيعاب. ومن هنا بقى العلم بيقدم لنا أول روشتة سحرية. تخيلوا إن المخ البشري ده متبرمج إنه يركز بكفاءة تامة لمدة من 25 ل 30 دقيقة بس. متخيلين الرقم؟ بعد الوقت ده المخ بيحتاج يعمل ريستارت زي الكمبيوتر بالظبط عشان يقدر يكمل بنفس الكفاءة. طب إيه الحل العملي للكلام ده؟ الحل في دورة التركيز السريعة. الخطوات أبسط مما تتخيلوا. رقم 1، هنذاكر بتركيز تام، تركيز 100% من 25 ل 30 دقيقة. رقم 2، هناخد بريك صغير من 5 ل 15 دقيقة. بس النقطة الجوهرية واللي بتفرق جدا هي رقم 3، لازم نغير المكان. يعني في وقت البريك قوموا من على المكتب، اخرجوا البلكونة، شموا هوا، بصوا على الشارع، المهم تفصلوا تماما عن جو أوضة المذاكرة. بس استنوا، هنا لازم أحذركم تحذير شديد اللهجة من حاجة بنسميها الثقوب السوداء. إيه بقى الثقوب السوداء دي؟ إننا نمسك الموبايل ونفتح السوشيال ميديا في وقت البريك، نقول أنا بس هشوف مسج واحدة أو هرد على كومنت، وفجأة نلاقي البريك الصغير ده بلع ساعات من وقتنا وطاقة المذاكرة اتبخرت في الهوا. الموبايل في البريك ده فخ بجد بيبلع الوقت، فأرجوكم بلاش نقع فيه. ندخل بقى على النقطة اللي بعد كده، قدسية مكان المذاكرة وإزاي نبرمج مخنا إنه يركز 100%. بصوا، لما بنقرر نذاكر على السرير أو إحنا قاعدين في الليفينج، المخ بيحرق طاقة جبارة جدا عشان بس يقاوم الرغبة في النوم أو عشان يتجاهل التلفزيون اللي شغال. لكن لما بنخصص مكتب محدد للمذاكرة وبس، المخ هنا بيتبرمج اوتوماتيك وبيقول لنفسه إحنا هنا عشان نركز وبس، وده بيحصل من غير ما نضيع أي طاقة في مقاومة المشتتات اللي حوالينا. طيب دلوقتي تعالوا نغير طريقة القراية نفسها ونحولها لحاجة اسمها التعلم الفعال. قبل ما نغوص في قراية أي شابتر، المفروض نعمل مسح سريع للدرس، يعني نقرأ العناوين، نبص على الصور، ونبدأ نطرح أسئلة في دماغنا. الفضول اللي بنخلقه ده هو اللي بيشغل المخ ويخليه يدور بنشاط على الإجابات وهو بيقرأ، بدل ما يبقى مجرد متلقي سلبي حاسس بالملل. السر التاني بقى وهو مهم جدا، الفرق بين الحفظ البصنجي للمعلومات والفهم العميق للمفاهيم. الحفظ المجرد ده صدقوني بيطير بعد أسبوع بالظبط، لكن الفهم بيفضل معاكم العمر كله. الشرح بتاعنا بيضرب مثال عبقري جدا بالشعر الجاهلي المعقد. لو حاولنا نحفظ كلمات صعبة بتوصف حصان من غير ما نفهم القصة اللي وراها هننساها فورا، لكن لو فهمنا حكاية الحصان ده وبطولاته مستحيل ننساها أبدا. عشان أوضح لكم الفكرة أكتر، تخيلوا لو طلبت منكم تحفظوا 10 حروف عشوائية ملهاش أي معنى، الموضوع هيبقى شبه مستحيل وهتنسوا نصهم في ثواني. بس لو نفس الحروف دي اتركبت مع بعض بشكل منطقي وعملت كلمة زي ساندي مثلا، الحفظ هنا بيكون فوري ومن غير أي مجهود يذكر. ده بقى اللي بنسميه المعالجة العميقة، إننا نخلق معنى ونربط الحاجة اللي بنذاكرها بحاجة تانية مألوفة لنا. ومن هنا نيجي المقولة كده أقدر أقول عليها مقولة ذهبية، بتقول أفضل طريقة لتعلم شيء هي إنك تعلمه لغيرك. بجد لو عايزين تثبتوا أي معلومة في دماغكم للأبد، امسكوها واشرحوها بصوت عالي لأي حد قدامكم. الشرح ومشاركة المعلومة مع الناس بيعمل مفعول السحر في تثبيتها جوه الذاكرة. تخيلوا معايا كده إننا عرفنا إن سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية، وإن المسافة من الأرض للقمر بتاخد 1.3 ثانية بس. متخيلين السرعة؟ لو قعدنا على الغدا وشاركنا المعلومة دي بشكل عفوي مع العيلة، الأرقام دي هتتحفر في الدماغ تلقائياً، ومش هنحتاج نبذل أي مجهود عشان نفتكرها وإحنا قاعدين في لجنة الامتحان. طيب خلونا ننقل على النقطة اللي بعد كده، فن الاستفكار أو شفرات الذاكرة السحرية. دي بقى اللعبة اللي بجد. تخيلوا لو محتاجين نحفظ أسماء صعبة زي مثلا ال3 اللي تخلفوا عن غزوة تبوك، مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، وهلال بن أمية. طبيعي جدا بعد أسبوع الأسماء دي تتبخر، لكن لو خدنا أول حرف من كل اسم وجمعناهم في كلمة واحدة سهلة زي مكة مثلا، ميم كاف ه، أول ما تفتكروا الكلمة دي الأسماء ال3 هتنور في دماغكم في ثانية واحدة. دي شفرة. والحيل دي على فكرة ملهاش حدود، وفوق كده ممتعة جدا.
احنا ممكن نستخدم الحروف الأولى عشان نعمل كلمة، أو نستخدم حكاية أو جملة زي كل جبار ظالم عشان نفتكر الأرباع الموجبة في الدوال المثلثية بتاعة الرياضة، أو حتى ممكن نربط المصطلحات الصعبة بقافية معينة أو موقف مضحك، أو تصدقوا حتى أغنية في فرح كان شغال تحت البيت وإحنا بنذاكر. المخ البشري بيعشق الروابط العجيبة دي وما بينساهاش. وأخيراً وصلنا للنقطة الحاسمة والأهم في كل اللي فات ده، النوم والدافع. بصوا بقى، خليني أكون واضح وصريح معاكم لأبعد الحدود. من غير من 7 ل 8 ساعات نوم متواصلين، كل الحفظ والفهم والمعالجة والتعب اللي عملناه طول اليوم حرفياً بيترمي على الأرض. النوم ده مش رفاهية خالص، ده الوقت اللي المخ بياخد فيه كل المعلومات اللي جمعناها دي وينقلها ويخزنها بأمان في الذاكرة طويلة المدى. والنقطة الأخيرة بقى هي المحرك الأساسي لينا كلنا. ليوناردو دافنشي ليه مقولة عظيمة بيقول فيها: الدراسة بدون رغبة تفسد الذاكرة. يعني لو مفيش دافع، لو احنا مش عارفين احنا بنذاكر ليه أصلا، الاستيعاب هيكون ضعيف جدا. إننا نلاقي الليه بتاعتنا وندور على الدافع الشخصي اللي بيحركنا من جوه، هو ده الوقود الحقيقي اللي هيخلينا نكمل ونعافر لما نحس إن المذاكرة بقت صعبة ومملة. السر دايما وأبدا في التطبيق. وسؤالي ليكوا دلوقتي بعد كل اللي قلناه ده، إيه هي أول عادة غلط هتبدأوا تغيروها من النهاردة؟ فكروا فيها، واشوفكوا في فيديو جديد من خطوات في الطب.